مثل دعوة طيبة وغيمة مباركة من البياض والنقاء تحصنت بفضل الرحمن روحه، وقبل 55 سنة نبت في القلوب قبل أن يمشي في الدروب، واستقر في الوجدان، ونسأل الله أن يبلغه أعلى المراتب في الجنان. عام 1391 للهجرة، وفي البلس أنصت المكان لضحكة وديعة ولمسة طاهرة، ولد الشيخ والمعلم والأخ والموجه الأستاذ عبد الله بن علي بن حاسن الخثعمي، وهنا درس المرحلة الابتدائية، وبعدها حان موعد أول رحلة وصولا إلى متوسطة وثانوية خثعم. جبل وغيث يهطل على السهل ويركض إلى المجد حتى تخرج من الثانوية عام 1408. وللمرة الثانية في الحكاية تكون المحطة أبها، جبل من الحكمة والبصيرة ينتقل من علو إلى علو. وهناك في جامعة الملك سعود في تخصص الرياضيات درس ونجح، وتخرج عام 1413، وعرف الأرقام والمعادلات والمسافات، وبذل وقته في تعليم من صادفهم أهمية أن تكون فريدا فيما يخصك، ومعطاء حينما يتعداك الأمر إلى غيرك. وضع له نظرية أثبتها كل من جلس أمامه، وهي أن الخير درب مستقيم ويقبل القسمة على الجميع، وأن الخطوة تقلص مشوار 1000 ميل نحو الهدف، وأن النجاح معادلة تتناغم فيها النوايا الحسنة والعمل والفأل الجميل. من البداية في خثعم يرد الدين ويوفي بالوعد، وبعدها كما الحظ الثمين ينتقل إلى ثانوية آل قادم، وبعدها ثانوية أدمة شمران، ويقرر وقتها أنه يرغب في تقديم المزيد ويعود للعمل في ثانوية خثعم، ثم يختم الدرب ويعود إلى البذرة الأولى وقد صارت شجرة، ويكون في متوسطة وثانوية عقبة بن نافع كأمين للمصادر، وهو الأمين والبوصلة. وتكون محطة التمام في نفس المدرسة مع تدريس الرياضيات. ولأن المعرفة غنيمة في اليد، فإنه علم أن الشريعة كنز في القلب، وحصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تخصصه في الرياضيات، مازجا بين الخبرة والعلم في إدارة العديد من الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن ولجنة التنمية الاجتماعية، وكذلك مناشط في إصلاح ذات البين، وهو العارف بحجم المسافة وقيمة التقارب، والمدرك أن النتيجة هي مكافأة المشوار. كان له عدد كبير من الدروس والمحاضرات التوعوية، بالإضافة إلى عمله إماماً وخطيباً لجامع الجهوم في البلس، كذلك خطب كثيرة مباركة في عدد من جوامع المحافظة والمملكة بشكل عام. 33 سنة في التعليم، وأجيال كبرت بين ناظريه، علمهم وألهمهم وحفر اسمه في سجلات حياتهم، وهو الذي سخر حياته لتكون نموذجا لمن جاء ليهب اللحظة والحياة والحكاية معنى وقيمة. شكر ودعاء وامتنان لا ينتهي للمعلم عبد الله بن علي بن حاسن الخثعمي، ذو القعدة من عام 1446 البلس، بقلم أحد الذين يدينون لك منذ عام 1418، وبصوت أحد من حظي بالعمل معكم، ونيابة عن كل الذين أحبوك ويحبون تقبيل رأسك.